ما تيجوا كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتعالوا بقى كده كمان نرحب بكل حبايبنا اللي شرفونا على القناة، اخوات أم سارة وحبايبها. طبعا منوريني ومشرفيني على القناة. يزيدني شرف والله بانضمامكم ليا. ربنا يكبر خواطركم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أفيدكم كده ولو بمعلومة بسيطة جدا. مستنية كده تعليقاتكم الجميلة واللايك الحلو من ايديكم. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض الجبنة الموتزاريلا بكل حاجة وبكل تفاصيلها. اول حاجة كده سمينا الله، وجبت معلقتين من السمنة، سمنة بقى اي نوع سمنة موجودة عندك، او حتى معلقتين من الزيت. بس اهم حاجة الزيت ما يكونش ليه ريحة او يكون زيت تموين. فخليكي اضمن بقى في معلقتين سمنة. وكمان معلقتين من الدقيق يكونوا معلقتين كبار وممسوحين. ما تكتريش دقيق، معلقة كبيرة واحدة ممسوحة لكوباية لبن. فهحتاج كمان معايا كوبايتين اللبن. فأول حاجة عملتها حطيت السمنة وبعد كده معلقتين الدقيق وشوحتهم كده مع بعض شوية. وبعد كده ضفت كوباية اللبن. وبعدين هبدأ ان انا افك بقى الدقيق بتاعي في اللبن كويس جدا، واقلبه كويس، ما خليش فيه اي تكتلات لحد كده ما الدقيق بتاعي يشرب اللبن. وبعد كده ابدا اضيف كوبايه اللبن التانية. عايزه اقول لكم بقى حاجه في الوقت ده ممكن تعملي انتي. إيه، انا كده مضاعفه الكميه، ممكن تعملي انتي اقل من كده، كوبايه لبن واحده ومعلقه دقيق واحده بس صغيره يعني كبيره ممسوحه. وكمان معلقه سمنه واحده، ده لو عايزه تجربيها الاول وتشوفي رايك فيها قبل ما تعملي اي حاجه. تمام. فدي اول كده حاجه هنستفادها من الفيديو، لو عايزه تعملي حاجه صغيره فقللي انت الكميه، واعملي حاجه كده زي عينه كده تشوفي حلوه ولا مش حلوه. المهم هقلب بقى كويس جدا بعد ما حطيت كوبايتين اللبن في الوقت ده. قلبي كويس جدا جدا ولحد كده ما خلاص تحسي ان العجينه بتاعتك او ال اللهم صل على النبي الخليط بتاعك ناعم جدا. وبعد كده هنضيف مع بعض الجبنه الموتزاريلا او الجبنه الشيدر مع الجبنه الرومي، شويه الجبنه الموجودين عندك. المهم انا كان عندي كده حوالي كوبايه او كوبايه وربع من الجبنه الموتزاريلا على الجبنه الشيدر. دول اللي انا كنت هحطهم على البيتزا، فقلت بقى تعالوا نضاعف الكميه ونعمل البيتزا الجبنه الموتزاريلا اللي احنا بنشوفها على طول دي. والطريقه دي بصراحه قلت هعتمدها ونجرب مع بعض ونشوف عامله ايه. فقلت هجربها معاكم كده ونشوف مع بعض اهو، انتوا تستفيدوا وانا استفيد، ونشوف كمان هتبقى إيه حلوة ولا مش حلوة، وهديكوا رأيي فيها والله العظيم بكل صراحة. المهم اقلب بقى كويس جدا. طول ما انت بتقلبي كويس هتديكي قوام حلو. اول ما الجبنه تسيح، نار هاديه جدا جدا جدا، وحطي طبعا عليها الخليط بتاعك وافضلي قلبي لحد ما الجبنه بتاعتك تسيح. تمام. طول ما انت بتقلبي كده كل ما الجبنه تسيح هتبدا انها تديكي مطه. في الوقت ده بقى انا هقول لكم على الغلطه كمان اللي انا عملتها وكانت محتاجه التركية دي. هتعوزي كمان طبق زي اللي انا حطيته ده من الجبنه الموتزاريلا. ليه؟ عشان تديك القوام المظبوط والناجح. فهو ده اللي كان موجود عندي من الجبنه الموتزاريلا. فانتي الشويه دول يا دوب بس على قد كوبايه واحده من اللبن ومعلقه واحده من الدقيق ومعلقه واحده من السمنه. فهي دي الخطوه او دي الحاجة يعني اللي بنصحك بيها لما تيجي تعملي. هنكتر جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر، جبنة رومي، الحاجات اللي هي بتمط دي عشان تديكي النتيجة المبهرة اللي انت عايزاها. والنتيجة دي برضو مرضية مش وحشة، يعني النتيجة دي معايا اللبن والنشا والسمنة جم كده اكتر من الجبنة الموتزاريلا. تمام. فخليكي كده واخدة بالك من الخطوة دي، دول اللي كانوا موجودين عندي وانا حاولت كده اضاعف الكمية. فبصراحة كان طعمها حلو وما كانش طعمها وحش، كانت جميلة والله العظيم. وكانت كمان طريقة مش ان هي خلاص باظت وطريقة وحشة، لا طريقة حلوة يعني اديلها كده إيه 75-80% بصراحة، الطعم والقوام وكل حاجة. انتوا كمان شايفينها تجربة عملية وانا بحطها على البيتزا وبعد كده هدخلها الفرن. وعايزة اقول لكم هي كانت سخنة جدا وانا بعملها كمان وبحطها على البيتزا. تجربة معاكم عملية. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك حلو. ما تنسوش كده تقولي تعليقاتكم ايه رأيكم في الفيديو. وكمان صلوا على رسول الله في التعليقات كتير، ومعلش بقى بطلب منكم حاجات كتيرة. إيه
اللهم صل على سيدنا محمد. دعوة حلوة كده ليا بظهر الغيب. ده كده كان الفيديو بتاعي، بتمنى يعجبكم وبتمنى تستفادوا منه ولو بمعلومة بسيطة جدا، نبذة كده عن الجبنة الموتزاريلا في البيت. وهي دي الطريقة بصراحة اللي هتعتمد بعد كده، بس بشوية تصحيحات بسيطة وزي ما قلت لكم في أول الفيديو أو في نص الفيديو. المهم يلا بينا كده، حط لايك حلو كده يشجعني. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته.